لو شعرك كده وضوافرك كده وبشرتك كده، فممكن تكون المشكله مش في العنايه بيهم، ممكن تكون المشكله جوه جسمك من جوه. في الحالات دي بالذات لو هي اصلا متجمعه مع بعض، الطب عندنا ما بيفكرش غير في حاله واحده: نقص العناصر الاساسيه في التغذيه، او يكون عندك حاجه معروفه باسم النيوترينت ديفيشنسي. واشهر العناصر بقى اللي بتاثر سواء على الشعر، الضوافر، او حتى البشره هما الحديد والزنك والبيوتين، او بيتقال على البيوتين فيتامين بي 7، وطبعا فيتامين د حبيب الملايين، وفيتامين اي، وفيتامين الف. كل العناصر دي مهمه سواء لتجدد او نمو الخلايا، ولان ببساطه الشعر والضوافر والجلد من الانسجه سريعه النمو، فاي نقص في العناصر اللي انا قلتها دي دول بيتاثروا قبل اي عضو تاني في الجسم. عشان كده الدعم الغذائي هنا مهم جدا. ولو رحت لاي دكتور جلديه هيسالك سؤال واحد: هل الاكل بتاعك متظبط ولا لا؟ واول خطوات العلاج هنا ان احنا بنظبط الدايت وبندخل العناصر الغذائيه اللي انا قلتها ديت في صوره الاكل. بس للاسف مش كل الناس بتلتزم بالدايت، عشان كده بنلجا لمكملات غذائيه خارجيه. واكيد هنا لازم ناخد مكمل يجمع كل العناصر دول مع بعض، مش هنروح ناخد كل مكمل لوحده، خصوصا طالما انت ما عندكيش نقص حد في العنصر ده، فملوش لازمه تاخديه بكميات كبيره او بجرعه عاليه. ومن الحاجات فعلا اللي انا بقالي فتره بجربها سواء على نفسي او على ناس حواليا هي بلومفيل تابلتس، كبسولات بتركيبه بتجمع ما بين 12 فيتامين و8 معادن و7 عناصر بيدعموا كل ده، واللي اهمهم طبعا الزنك والسيلينيوم والبيوتين مع الحديد وكل الفيتامينات اللي احنا قلناها في الاول. الاستخدام المنتظم ليها هيخلي تساقط الشعر عندك يقل، ويحسن من قوه وسماكه الشعرايه، وهيحسن كمان من نضاره الجلد من جوه. وفوق كل ده لو انت ضوافرك بتتكسر بسبب ضعف الكيراتين، فده هيقلل الموضوع ده بشكل كبير. بس مهم نفهم ان اي مكمل غذائي ممكن ناخده مش علاج مرضي مباشر، لكنه عباره عن دعم غذائي للجسم بتاعك اللي انت بتقدريش تعوضيه من الاكل. فلو جسمك بيبعت لك الاشارات اللي احنا قلناها في الاول سواء عن الشعر او الجلد او الضوافر، بالرغم من اهتمامك الشديد من الشكل الخارجي، فانت دلوقتي عرفتي ان المشكله ممكن تكون من جوه، وعرفتي ازاي هتحسنيه. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.